معاكم الملاكمة مريم محمد الكعبي، انتظروني في دورة الألعاب الآسيوية. يعني للكثير، خاصة أن أنا كأول ملاكمة بحرينية تمثل في هاي البطولات، بطولة آسيا، وأكيد فخر بالنسبة لي أن أنا أحمل اسم ديرتي البحرين، وأتمنى أن أنا والجماعة اللي معاي نمثلها خير تمثيل بإذن الله تعالى، ونحقق إنجاز تستحقه ديرتي البحرين. أول شيء أركز عليه نظراتي حق الخصم، لأن النظرات أنت عينك بعين خصمك هي اللي تكشف خصمك هو شنو أمامك. هل هو خايف منك؟ هل هو اندفاعي؟ هل هو يعني تبين لك، خلينا نقول الأسلوب، ممكن تكتشف الأسلوب اللي هو راح يتبعه. وحتى لو ما اكتشفته أنت، من أول ما يتم يعني اللي هو قرع الجرس بتعرف لعبة شنو. طبعاً أكيد متحمسة أن أنا بكون بين لاعبين مختلفين من مختلف الدول وألعاب مختلفة، تعرف على الثقافات، التعرف على الألعاب الأخرى، هاي شيء جداً طيب. بالإضافة أن تكون هاي تجربة، يعني بطولة آسيا تحصل كل 4 سنوات، فهذه السنة أن أنا بكون من ضمن المنتخب، فهاي جداً شيء متحمسة له. الملاكمة علمتني الكثير. خلينا نقول already جزء من شخصيتي كان الثقة، الانضباط، الالتزام، عدم الاستسلام، هاي نقطة وايد مهمة علمتني إياها الملاكمة. الصبر، القدرة على التعامل مع الآخرين، ضبط النفس عند التعامل مع الآخرين، خاصة في وقت الغضب. فهاي كلها أمور أنا تعلمتها من الملاكمة يعني، وأضافت لي الكثير في حياتي اليومية. ما في شيء مستحيل إذا أنت اجتهدت وتعبت على نفسك توصل، ومو تستسلم حق أي ضعف أو أمام أي خلينا نقول عرقلة تحصل أمامك. واجب عليك أن أنت تواصل حتى توصل لهدفك.